والآن نستمع إلى كلمة رئيس مهرجان بيت الشعراء العرب الأستاذ خالد قاسم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نحب أن نرحب بوفد التلفزيون المصري الأستاذ أحمد الأزهري رئيس تحرير التلفزيون المصري، له منا كل تحية وترحيب. الأستاذة والطاقم طبعا الذي يعمل معه الأستاذة رنا الغالي المذيعة، والأستاذة إنجي معدة البرنامج، ومحمود محمد المصور الخاص، وأحمد المالح مخرج البرنامج. كما نحب أن نشكر قناة الصحة والجمال على هذا التواصل الذي دائما ما تتابعنا وتحوطنا بكل شيء عندها من جمال وكل جديد تكون معنا فيه. أحب أن أشكر كذلك صوت العرب الأستاذة منار المذيعة، لها مني كل تحية، والأستاذ عزت سعد الدين والتلفزيون المصري، شكرا جزيلا لحضوركم. في البداية نود أن نذكر بعدة أشياء. أولا، مرحبا بكم في بيت الشعراء العرب، في مهرجان بيت الشعراء العرب 11. مرحبا بكل المبدعين وكل شعراء الوطن العربي وكل من جاء إلينا ولبى الرغبة في حضور هذا المهرجان. نؤكد على أن بيت الشعراء العرب هو بيت لكل العرب، لكل مثقف عربي، لكل شاعر عربي. نرحب بالأخوة الشعراء من العرب، ونرحب بكل من حضر إلينا ولبى هذه الدعوة. نأمل من حضراتكم أن نلتزم سويا بوقت القصيدة. لا نرضى أبدا أن يأتي شاعر من مكان بعيد لكي نستمع إليه، ولا نستمع إليه بسبب إطالة قصيدة ما. نرجو الالتزام بعدد أبيات القصيدة، 10 أبيات لكل شاعر. وهذا المقام ليس مقام يعني تداول أفكار أو أمسيات شعرية، وإنما هو مقام تشريفي فقط ومشاركة تشريفية من كل شاعر. لا أود أن أطيل عليكم، لم أحضر كلمة أقولها، ولكن بيننا السجال بيننا هكذا، والكلام منساب بيننا جميعا. نرجو لكم قضاء وقتا جميلا ممتعا أدبيا. أشعر أن مدينة القاهرة اليوم ستمطر شعرا عربيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.